السلام عليكم. كنشوفوا كلشي كيهضر على الاكس اف بي الريبل. علاش هاد الضجه كامله وشنو الاسباب ديال هذا الارتفاع؟ السلام عليكم. الاكس ار بي اللي هو عمله من العملات الرقميه ارتفع مهول هاد اليومين هذه الصراحه. غير اليوم تقريبا راه واحد 20-30%، وتقريبا في اسبوع الدوبل داز من 1.5 لتقريبا 3. وهذا راه ارتفاع كبير. يعني الا كنت حطيتي غير 100 اورو السيمانه اللي فاتت راه غادي تولي لك اليوم 200 اورو. حطيتي 1000 درهم السيمانه اللي فاتت غادي تولي لك اليوم 2000 درهم. راه 50% راه ماشي سهله. هذا الارتفاع هذا مربوط بمجموعه من الاشياء الاولى طبعا اللي كانت بدات هذه اسبوعين ولا 3 اسابيع هي الصعود ديال ترامب. توالى من بعد ان كان غاري جينسلر اللي هو المدير ديال لاسيك مشى، اللي كان هو ضد الاكس ار بي. والاكس ار بي كان معروف بان كان عنده مجموعه ديال الازمات مع العداله في الامريكان. كانوا دعوات المحاكم كانوا دعوات قضائيه وكانوا المشاكل وكان المحامي عندهم. دابا داكشي كامل غادي يتحك في هاد اليومين. هادشي على داكشي الاكس ار بي بنادم كيعتبروا طلع. واش المحاكمه دارت ولا مازال؟ دازوا مجموعه من المحاكمات وقدموا الوثائق ووقع الطعن في هذوك الوثائق وقع التكميل ديالهم. ودابا المهم خصنا نعرفوا بان بنادم كيقول بان فوالا الاكس ار بي غادي يرجع للقوه ديالته اللي كانت قبل في 2018. كان وصل تقريبا $3. يعني مازال الامل انه يطلع كثر وكثر. وهذا بشرى جيده الصراحه اللي كان شاري الاكس ار بي. يعني مبروك عليه. هول ديالك هذا قرار. ما كنعطيش انايا توصيات في هذا الشيء. اللي بغى هولدي اللي بغى يبيع شي حاجه يبيعها، اللي بغى يبيع كل شيء يبيع كل شيء. هذا قرار كيرجع لا كونفيكسيون ديال كل واحد في العمله.